في خبر مهم من السيد أبو جاد سفيان المحلل المميز. مصادر موثوقة داخل الجامعة أكدت وجود تريث وتردد بخصوص الحسم في مستقبل الكابتن وليد الرقراقي على رأس الإدارة التقنية للمنتخب، إذا لم يتم إلى حدود الساعة اتخاذ أي قرار نهائي بشأن استمراره من عدمه. ومن المرتقب أن يتم تأجيل الحسم إلى ما بعد عقد اجتماع مباشر مع المدرب في وقت لاحق. وعلى عكس ما يروج، تؤكد المصادر ذاتها أنه لا يوجد أي اسم لمدرب أجنبي مطروح أو قيد الدراسة كبديل محتمل، مشير أن طارق السكتيوي يبقى الخيار المحلي الوحيد المطروح لتعويض الرقراقي سواء قبل نهائيات كأس العالم أو بعدها. حاسب المصادر كذلك أن الرقراقي عقده مستمر إلى كأس العالم، وهو طبعا مشروع وطني مغربي. أنا سمعت أن الأستاذ فوزي جدد الثقة وهو مستمر. هذا اللي أنا قريت مع استمرار أبو أحمد وليد الرقراقي. أنا؟ إيه؟ نعم. مع استمراره. نعم. أنا مستمرار. أنا ما أشوف المنتخب اليوم المغرب، أنا أشوف اليوم خسارة اللقب ليس سببها المدرب. اليوم عوامل ثانية، عوامل أخرى. اليوم المنتخب المغربي أكثر منتخب كان مضغوط في هذه البطولة من الجميع. صحيح. من جميع مكونات كرة القدم. أنا اليوم وجهة نظر، يمكن أبو ناصر يختلف معي، لو نعم. وجهة نظر أخرى أنا أحترمها اليوم، بس أنا أرى اليوم الكابتن وليد أدى دوره على أكمل وجه. بس عليه بعض الملاحظات. لا، ما في إنسان كامل، في إنسان كامل عليه بعض الملاحظات. كلنا نحن كبشر اليوم نعم. لابد أن هي مش ملاحظات، هي قناعات. اليوم أنا كمدرب، أنا القائد، أنا أرى ما أرى مناسب لي أنا على أساس أطبق فكري على منتخبي. هو ناجح اليوم رابع العالم، وصل إلى نهائي أفريقيا، والتصنيف كان قاب قوسين أدنى، والتصنيف العالمي الأول. يعني يا جماعة الخير نحن لابد أن ننصف الرجل كذلك. مش معقول اليوم خسارة لقب، نعم خسارة مؤلمة، نعم لقب كان ينتظره شعب بالملايين، نعم وهو من ضمن الشعب كذلك، هو طيب. ليس بغريب من الشعب يعني، ولكن في النهاية قدر الله ما شاء فعل. أنا أتفق ليست والله مكتوبة لهم يعني. أنا ما أختلف وياك أبو أحمد، أنا أتفق وياك في كل كلمة قلتها صراحة يعني. الله يرضى عليك. وأضيف عليها أن خلنا نقول التقييم أو بقاء المدرب من عدمه الكابتن وليد يرجع إلى اللجنة الفنية اللي موجودة في الاتحاد أو في المنتخب أو في الجامعة الملكية، اللي هي تقرر بناء على معطيات كثير. احنا ترى عبد الله، احنا في اشياء مثل ما قال كابتن ابو احمد، ان في اشياء احنا نعتقد انه ليش ما سوى كذا او ليش ما سوى كذا، المدرب يراها بمنظور اخر، المدرب عنده حسابات ثانيه، حتى الحسابات الفنيه في موضوع لياقه اللاعب، كم جرى، كم ممكن يجري، فيحتاجه في المباراه ولا ما احتاجه، حتى في موضوع يعني التكتيك المعين اللي هو او الخطه بيمشي عليها. فكل هالامور طيب. هذه معطيات تخليه يغير، ويمكن انت ما تقبل أكيد بما فعل، بس لذلك اللجنه الفنيه هي اللي تقرر. انا اثق ثقه عمياء في الاستاذ فوزي الاقجع، ومتاكد انه لن يتخذ قرار الا بعد دراسه وقرار سليم. اكيد. طيب.